هذا البرهوش قدر ينصب على الناس ويخرج منهم الملايين ديال الدولارات فقط بكذبة أنه كيدعي باللي أنه أمير سعودي من العائلة المالكة. سميتو أنتوني والعمر ديالو 18 عام تقريبا، وكان ديما داخل في المشاكل. واحد النهار في عام 1988 بدا كيسرق البطاقات البنكيه الكريديت كاردز، وبالطبع كيصرف ديك الالاف ديال الفلوس غير في الشوبين وفي الحوايج اللي خاويه. ولكن الحاجه اللي كانت كيتعجبو يدير بزاف هو انه يكري الليموزين وبقى يدور بها في المدينه. والناس ملي كيشوفوه راكب في الليموزين تيبدا يقولوا شكون هاد خونا اللي مازال صغير راكب في الليموزين، تيقول لهم باللي انا راني امير سعودي من العائله الملكيه. وغير باش نوضح لكم البلان، راه ماشي امير وماشي من العائله المالكه، ونزيدكم هذه راه ماشي سعودي وماشي حتى عربي. خونا اصلا مولود في كولومبيا ولكن تربى في ميريكان. ما علينا. البرهوش من بعد ما خرج من الولايه ديال ميشيغان فين كان ساكن مشى سكن في الولايه ديال كاليفورنيا، وعاود نفس الخطه من جديد. بدا كيسرق البطاقات البنكيه وتيقدم راسو على انه امير سعودي، وبقى داير هذا السيل ديال النصب لسنوات كبيره. ولكن بطبيعه الحال ما تقدرش تبقى كتسرق وكتنصب وكتكذب بلا ما يشدوك صحاب الحال وتضرب الحبس. وفعلا تشد ودخل الحبس واحد المده. من بعد شي سنوات قلال خرج من الحبس، ودابا حنا في عام 1993 وأنتوني عايش دابا في ميامي. تما دار لاكارت جديده عن طريق سرقه هويه وسكن في واحد الاوتيل اللي فاخر، وبقى محافظ على نفس الكذبه ديالو وكيقول لكل شيء باللي راه امير سعودي مهم. والناس بطبيعه الحال كيتيقوه وكيحاولوا يتعاشروا معاه ويتقربوا ليه. البرهوش بدا كيدير حفلات كبار بزاف في الغرفه ديالو في الاوتيل لصحابو الجداد. ولكن لسوء الحظ ديالو واحد الليله جاو جوج ديال الضياف ضحكوا ونشطوا وسرقوه. المهم عيط للبوليس باش يديكلاري. البوليس جاو باش يديروا التحقيق، والمسخوط كيغير بقى ساكت حتى البوليس قال لهم باللي راني امير سعودي. والبوليس باش يطمنوا اتصلوا بالسفاره السعوديه، والسفاره السعوديه قالت لهم ما شكون امير سعودي؟ لا لا لا، وقيلا غير السيد داوي خاوي. هنا خونا تشد مره اخرى ودخل الحبس لمده طويله حتى خرج بكفاله مؤخرا. وفاش خرج في نظركم غادي يدير عقله؟ لا لا لا، رجع مباشره للنصب. مشى المكتب ديال امريكان اكسبريس وقال لهم باللي راه امير سعودي وان البطاقه ديالو تسرقات وكان فيها الليميت ديال 200 مليون دولار. وبدا كيغوت على الموظف باش يخلعه، وبشي معجزه الموظف خاف وعطاه البطاقه الجديده بنفس الليميت ديال 200 مليون دولار. ولكن ما طولش بزاف حيت تشد مره اخرى. البرهوش تشد بزاف ديال المرات. هذه صوره ديال الاعتقال ديالو، وهذه ايضا صوره اخرى كانت تشد فيها. دخل للحبس عده مرات حيت ما بغاش يحبس الكذبه ديال انا امير سعودي. بسبب هذه الكذبه دوز 15 عام ديال الحبس، وكان المفروض انه يفيق، ولكن لا، بقى كيحاول يطور الخطه ديالو باش يبان اكثر مصداقيه. وفي عام 2015 قدر يدير واحد الابجريد. تم تعرف على واحد السيد سميتو كارل هو رجل اعمال بريطاني وكيخدم في اداره الاصول. وهذا كارل عجبو أنتوني بزاف وداروا خطة باش ينصبوا بها على الناس بجوج. أولا أنتوني خاصو كيفاش يخلي الناس يصدقوه بلا نقاش على أنه أمير سعودي. خونا مشى بعيد بزاف، ولا كيلبس بحال اللباس التقليدي وشرب لاكا دبلوماسيه مزوره من ايباي وحطها في الطوموبيله ديالو، بل وانه حتى جاب البادي جاردز باش تمشي معاه فين ما مشى باش يبان انسان مهم. ومن بعد دخل حتى السوشيال ميديا في هذا الموضوع، بدا كينشر فيديوهات ديال الحياه الرفاهيه اللي كيعيش، الطوموبيلات الفخمه، اليخوت، بل وحتى الكلب ديالو لصق ليه صمطه ديال الالماس. وكان كينشر كلشي في الانستغرام باش يبان كلشي حقيقي قدر الامكان. واطرف حاجه اللي ضحكتني انا نشرها هو انه جاب واحد جوج تصاور من الانترنت ديال واحد الرجال سعوديين من الطبقه الحاكمه وكتب عليها العائله. وبطبيعه الحال هذه ماشي العائله ديالو، هو اصلا كيف قلت لكم من كولومبيا. ومن بعد هذا الشيء هاد الجوج داروا شركه استثماريه باسم الامير، وبداو كيستقطبوا الناس اللي عندهم الفلوس باش يستثمروا في الشركه. والمفاجاه ان الخطه نجحت، قدروا يخليو 26 مستثمر يعطيوهم اكثر من 8 المليار، يعني 8 مليون دولار. ومن بعد بدا كيبيع اسهم في شركه نفطيه حقيقيه ديال العائله الملكيه السعوديه. الشركه حقيقيه ولكن هو ما عنده حتى شي علاقه بها، غير كيبيع اسهم مزوره. السيد ولات عنده الفلوس بزاف وبدا كيستعرض بها،
وبدا كيعطي البورفوارات هنا وهنا غير بالورقه ديال 100 دولار. واي بنايه كيدوز من قدامها تيقول للناس اللي دايرين به هذه راه ديال العائله ديالي. ونذكر واحد البنت هاوس في جزيره صغيره خاصه، ولكن بطبيعه الحال هو الامير ما كيكريش، قال للناس باللي راه شاري المبنى كامل. والناس طبيعه الحال صدقوه، حتى البعض ولا كيعيطوا ليه يا السلطان يا سموك. خونا في مشى والله الا بزاف. وبما ان الناس تاقوا به ولا عنده احساس باللي انه ما عمره غادي تكتشف. حتى لواحد النهار في عام 2017 رونها، ناض تعرف على واحد الملياردير حقيقي سميتو جيفري عنده اوتيل فاخر وكان باغي يبيع 30% من النسبه ديال هذا الاوتيل. انثوني قال ليه انا امير وغادي نستثمر 140 دولار، رغم انه ما عندوش هاد الفلوس كامله. وجيفري فرح وقال ها الامور بدات كتيسر، انا لقيت اللي غادي يشتري من عندي. هنا هاد الجوج تعاشروا وبداو كيخرجوا بجوج. ومن بعد انثوني قال ليه باللي راني انا امير، وفي البلاد ديالي من العادات ان الناس كيعطيو الهدايا للامراء كعلامه ديال الاحترام. هنا جيفري ما بغاش يكون قليل الادب، وبالطبع بدا كيشري ليه المجوهرات، اللوحات الغاليه، بل وانه كيطلعوا معاه في الطائره الخاصه ديالو. ولكن لكل بدايه نهايه، الخطه بدات كتكشف. نهار سافروا لاسبن بطائره خاصه وخرجوا كيتعشاو. هنا فين انثوني تفرش وناض طلب واحد الطبق سميتو البروشورو، هو واحد الطبق ديال اللحم فيه الخنزير. هنا جيفري استغرب، واش ماشي العائله الملكيه السعوديه مسلمه واللحم الخنزير ماشي حرام على المسلمين؟ هنا بدا كيشك وطلب من الفريق ديالو انه يدير تحقيق سري. وهنا واحد الشخص نبه انثوني ان الناس ديال جيفري كيسولوا عليه، وفهم انه غادي يتفضح. وباش يغطي على هذا الشيء دار المثال المغربي ديال كبر هاد صغار، دار تمثيليه كبيره وبدا كيغوت. كيفاش تشكو فيا؟ غادي ندريكم، غادي نجركم للمحكمة، عمري ما تهدرت هكا. خونا خلى الموقف متوتر بزاف. لغد ليه في الفطور الفريق ديال الامير قال لجيفري انت قللتي الاحترام على الامير، وباش يبقى مهتم بالصفقه ديالك خاصك تشري ليه هديه بواحد الثمن ديال 50,000 دولار على الاقل. هنا جيفري زاد شك، وخا هكاك باش ما يضيعش هذه الفرصه شرى الهديه. وملي ما كان لا بيع لا شراء، في النهايه دخل الاف بي اي في الموضوع باش يفتحوا تحقيق. ملي الاف بي اي شافوا التصويره ديالو من الضربه الاولى بانوا ليهم باللي السنان ديالو ماشي مقادين مزيان، وتاكدوا باللي راه نصاب، حيث العائله الملكيه السعوديه معروفه بالاهتمام الكبير ديالهم بالسنان. والسنان ديال انطوني كل وحده شاده في جهه. وفي الاخير شد هذه هي الصوره ديال الاعتقال ديالو. وبما انها المره 11 اللي كيتشد بها بهذه الطريقه ديال النصب، تحكم عليه ب 18 عام ديال الحبس. نشوفكم في الفيديو الجاي. السلام عليكم.